مساء الخير عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى عندنا رز بلبن. طبعا انا عارفه كلنا بنعرف نعمل رز بلبن. النهارده بقى نعمله بطريقه مختلفه، بتركات شيري. ايه رايكم بالحلويات دي؟ تعالى بقى نقول الحلويات دي عملناها ازاي. يلا بينا. يلا بينا. معانا بقى رز. كل كيلو لبن دي نص كوبايه رز. تمام. انا عشان عامله كذا كيلو عامله المقدار بتاعهم. معايا معلقه نشا، 2 معلقه كريم شانتيه، معايا جوز هند. على فكره كريم شانتيه دي التركية بتاعتنا. معايا جوز هند وزبيب على حسب الرغبه، والسكر على حسب الرغبه. هنحط اللبن طبعا على النار يغلي. بعد كده هنحليه بالسكر. آه الخطوه دي مهمه، ان انا احلي اللبن وهو بيغلي بيفرق. واوطي النار. ليه اوطي النار؟ لما احط الرز في اللبن واوطي النار عليه، الرز بياخد من اللبن ويستوي على نار هاديه. بيفرق كتير كتير قوي في الخطوه دي. حطينا الرز وبنقلبه، يبقى احنا كده حطينا السكر والرز ووطينا على اللبن. يستوي بقى كده بالراحه على نار هاديه عشان الرزايه تاخد من اللبن، بتدي طعم مختلف. كده اللبن داخل على سوا. سوري، الرز داخل على سوا. قبل ما يقفل عليه ب5 دقايق هنعمل ايه بقى؟ هنجيب نشا، النشا بتاعتنا على الكريم شانتيه، هنحطهم على بعض وهنحط عليهم لا لبن ساقع لا ميه ساقعه، وهندوبهم كويس جدا. هوريكم دلوقتي زي ما هيبان عليكم معاكم دلوقتي في الفيديو. اللبن حطينا اللبن والكريم شانتيه، حطيت عليهم ميه ساقعه او لبن ساقع، وادوبهم كويس جدا عشان يبقى فيش الكتولات فيه، بحيث لما احطه في اللبن يبقى ناعم خالص، ما يبقاش فيه قطع صغيره. في ناس بتحط في ميه سخنه، لا، ميه سخنه مش صح. هندوبهم كويس جدا. وقبل نقفل على الرز ب5 دقايق او اقل من 5 دقايق هنعمل الخطوه دي. هندوبه زي ما احنا شايفين ونحطه على الرز. خلي بالكو كل خطوة بتبقى الرز بياخد من الطعم، يعني هياخد من النشا، ياخد من اللبن. تمام. هنحط اهو ونقلب. قلبه كويس علشان الدنيا اول ما تحطيه هيتقل، يبقى انا لازم اقلب عشان ما يتقلش وايه ويكلكع. وعلى فكرة في حاجة مهمة زي ما قلت لكم، خلينا نعمله على نار هادية. ايوه كده زي ما انتوا شايفين كده. يبقى انا عندي حاجة الفانيليا دي مش هحطها الا لما اقفل عليه النار. لما اقفل النار احط الفانيليا علشان الطعم بتاع الفانيليا يبقى فيه. انا كده طفيت انا بوريكم كده القوام بدأ يتخن، طبعا على حسب ما انت عايزه. حاولي ما تخنهوش قوي وما تخليهوش خفيف. طبعا انت عارفه وانت بتقلبي كده، عارفه القوام بتاع الرز. على فكره الرز ده يطلع احسن من بتاع المحلات، وعلى فكره كمان ممكن نحط له في اللبن قبل ما نحط الرز 2 3 معلقة لبن بودره لو انت عايزه تخلي الرز بلبن غني. بس انا ما حطيتش هنا لان اللبن ده كان بخيره وما كانش محتاج ان انا احط له لبن بودره. قفلت عليه وحط ظرفين الفانيليا، هحطه واقلبه. هقلبه كويس كل ده وانا قافله النار. خلاص احنا طفينا النار. عندي كده الزبيب والجوز الهند، هحط حاجه بسيطه. انا بحب احطه في قلبيه. في ناس مش عايزه تحط في قلب الرز بلبن وبتحط على الوش، تمام مفيش مشكله. عايزه تحطي جوز هندي بس مفيش مشكله. انا بحب احط حاجات بسيطه وبعد كده اغرفه بحط على الوش. انت بقى الموضوع ده على حسب ذوقك انت وعلى حسب اللي انت عايزه تعمليه. انا بوريكم اهو القوام بتاع الرز. هنغرفه دلوقتي ونشوفه لما نحطه في الطبق.
زي ما انتم شايفين. ده رز بلبن بعد ما خلصناه وحطينا زبيب وجوز هند. يا رب تكون الخطوات عجبتكم والطريقه عجبتكم، واتمنى ان انتوا تحطوا له لايك وكومنت، وان شاء الله